أنا هعيش بقية عمري خدامة للست حسنية. مش كفاية. رأيي إن كل ثروتك تخصصيها للأولاد اللي اتشردوا. لازم ندور على الأولاد في كل حتة، ولازم هنلاقيهم بإذن الله. أنا عليا التوجيه والنصح والإرشاد وتهيئ الجو مناسب ليهم علشان يبقوا بني آدمين كويسين. وانت عليكي تدفعي كل اللي عندك دية شرعية للناس دي، تهيئي لهم بيها حياة كريمة. أنا موافقة أديهم عمري، وربنا يسامحني وانتوا تسامحوني. بالطريقة دي أعتقد إننا نبقى عملنا حاجة كويسة للمجموعة دي. يحيى، أفندم يا وفاء. انت يا يحيى بتقول كلامي اللي ما كانش عاجبك. يا وفاء، انت ككائن حي أثبتي لي إن البيئة الطيبة تصنع إنسان عظيم. انا فخورة بيك قوي قوي. دلوقتي عايزة أشوف الست حسنية وأعيش العمر كله اللي فاضل لي تحت رجليها. ما تقوليش كده يا امي. احنا كلنا نتلم في حتة واحدة ونعيش يا يحيى. عايزة أشوفها. نعمل تصريح وتشوفيها ونشوفها كلنا. وتشوفوها كلكم. وإن شاء الله حبذل كل ما أستطيع عشان نختصر الإجراءات وتطلع بسرعة، ولو إني فاضل لها شهور. معلش معلش، علشان رد الاعتبار. أنا آسفة يا ست حسنية، ضيعت لك عمرك ربتي لي بنتي. وشردت لك ولادك. هندور عليهم ونعوض اللي فات. انا عندي اخبار فلالي. خير يا عتريس؟ فضلنا نلف ونستقصى انا وعلى اخويا لحد ما لقينا اخو جوز زينب اختي. طمني، قال لي ان كل العيال بيزوروا زينب لانها الوحيده اللي دورت عليهم ولقيتهم كلهم. ده خبر هايل يا عتريس. بس الحقيقه يا باشا مراكزهم مش حاجه. ايه يعني هيكونوا بيشتغلوا ايه؟ اجدع واحد فيهم فراش. بس ايه، فراش رئيس مجلس اداره. يا سيدي مش مهم، المهم نعثر عليهم وهنعمل لهم مشاريع ويشتغلوا. يحيى، ها؟ ايه رأيك في مستشفى خاص وكل واحد يقوم بدور فعال فيه، وخصوصا اننا معانا اكبر جراح. والله فكرة، أنا أقدر أمسك الحسابات. وانا اشتغل غفير. غفير؟ اصلها عقده عندي، عكس الحرامي غفير. لا، ده انت هتمسك شغلانه كبيره قوي يا عتريس. كلهم هيبقوا هايلين باذن الله. صحيح هتتعبوا معايا شويه، لكن انا متاكد من النتيجه. أنا عملت توكيل بكل ثروتي ليك يا دكتور يحيى، وانت تتصرف. وعلى رأيك يمكن ربنا يقبل التوبة بالدية. جوز بنتي بالهنا ده كله، انا في حلم ولا في علم؟ عايزين نضحك بقى، مش عايزين نضيع الوقت غير في العمل، والضحك بعد العمل. لا، ده انت بقيت فيلسوف يا عتريس. ولو اني مش فاهمها يا باشا، لكن البركه فيك يا سعاده الباشا جوز اختي. وانت يا ست وفاء نعم. اظن تستقيلي بقى. ليه بقى؟ اولا ها؟ علشان تتفرغي للعمل في المستشفى وتمسكي كل الاعمال الاداريه وتراقبي خط سير كل واحد. طب وثانيا؟ ثانيا علشان ما يطلع لكيش قرايب تاني.